سلام، انا جايه النهارده اغير مفهومكم عن الفراخ في الطاسه الواحده. هنعملها بابسط وباسرع وباسهل طريقه، وكمان مش هتاخد مقادير ولا مكونات ولا وقت كتير، وكلنا بندور على اكلات سهله في الحر اللي احنا فيه ده. يلا بينا على الطاسه الحلوه اللي مشاركانا في كل الوصفات، وهنضيف لها معلقتين من السمنه كبار، وهنضيف لها من 3 ل 4 فصوص من الثوم، وكمان فلفل حامي حسب الرغبه. وتكون عندنا الفراخ متقطعه ومتشال منها الجلد ومتنضفه كويس جدا. اول ما الثوم ياخد اللون البني ده وريحته تطلع، نضيف الفراخ على طول ونستناها تاخد اللون البني الحلو التحفه ده. وطبعا مش عايزه اقول لكم ريحه السمنه والثوم اقسم بالله قلب الدنيا. ونكون مجهزين عندنا البهارات اللي انا هكتبها لكم في الكابشن. البهارات دي موجوده عندنا كلنا، ما فيهاش اي اختراع. ونكون كمان مجهزين ميه سخنه، هنحط بمقدار تقريبا من كوبايه ونص لكوبايتين من الميه السخنه اللي بتغلي. وبعد كده هنغطي الطاسة ونسيبها تستوي نص ساعة بالظبط، وتكون مستوية. وما تقلقوش خالص خالص، بتكون مستوية ما فيهاش اي دم من جوه ولا اي حاجة، وبجد طعمها حلو قوي. وعايزة اقول لكم اقسم بالله الريحة قلب الدنيا، والفراخ دايبة دايبة. ونكون مجهزين كمان عندنا اي خضار احنا بنحبه. انا استخدمت بصل وفلفل الوان وطماطم، انتوا بقى عندكم ذره، عندكم مشروم، عندكم اي نوع خضار انتوا بتحبوه، مفيش اي مشكله. وكمان ضفت عصير ليمونتين كبار، وبقيه الثوم المفروم اللي عندي والفلفل الحامي. بديها تقليبه بالظبط بس يا دوبك الخضار يدبل، وبرجع الفراخ تاني. وبتقدموها جنب اي حاجة بقى، جنب مثلا مكرونة، رز، سلطة، كبسة، اي حاجة. انا عن نفسي قدمتها جنب محشي بابا عامله تحفة. استنوا طريقته المرة الجاية. وبجد يا جماعة الريحة قلب الدنيا، والفراخ دايبة، ولازم تجربوها على طريقتي. ما تنسوش الفولو واللايك سبسكرايب، ولازم كمان تعملوا سيف للفيديو وتكتبولي في الكومنت ايه الوصفات اللي انتوا حابين ان انا اطبخها المرة الجاية، وكمان من انهي بلد. واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.